في مغامرة من نوع آخر. طلعنا فوق الجبل ده كله يا جماعة، احنا كنا فوق الجبل ده كله اهو، والله العظيم. شايفين الجبل عامل ازاي؟ فوق تونس الخضراء. وجينا عند نبع المية مع عباس في جولة جديدة من نوع آخر. المكان ده اسمه بني خداش. المكان ده اسمه عين العنبة. ايوه. العين هي ده. العين هي اللي بتخرج مية. اسمها عين العنبة. طيب المكان ده اسمه بني خداش، انا بترجم بس. واحنا هنا في عين العنبة. الحتة دي اسمها عين العنبة. ايه عين العنبة دي بقى يا عم عباس؟ العين دي مية بتطلع منين؟ من الجبل اهي. بصوا نشربها. انا فين انا؟ اهو نشربها على فكرة. بتتشرب. انا لسه شارب منها اهي. شايفين اهي؟ شايفين الميه اللي طالعه دي؟ اهي. والله ميه معدنيه جاهزه، ميه جميله. بص عامله ازاي؟ دي على طول السنه يعني بتمشي ميه على طول طالعه من الجبل دي. ايوه، ميه الامطار. ميه الامطار وميه من وسط الجبل. وميه من وسط الجبل، ميه جوفيه من وسط الجبل مع ميه الامطار. مع مكان هنا اكتر من رائع والله العظيم. على فكره اشرف بيخاف. انا بخاف. اشرف بيخاف. انا عندي يا جدعان فوبيا المرتفعات، عندي قلق كبير جدا من المرتفعات. وعباس قلبه ميت. احنا في جبل هنا مش عارف اوريه لكم، عايز اوريه. عباس طلع فيه بشكل يعني فوق. شايفين الجبل اللي فوق خالص هناك ده؟ في قصاده حته كده يعني تحتها فراغ تام. بيقول لي تعالى اطلع هنا. قلت له اطلع هنا مين يا جدع؟ قال لي اطلع هنا. قال وتو باش نعملوا كوشه. كوشه بالدجاج. كوشه، هنعمل حبه كوشه جلبانه. مع الجلبانه. الجلبانه دي ايه؟ مع ايه تاني؟ قول لي. الكوشه والجلبانه يعني احنا من الاخر هنشوي. جايبين فحم وجايبين فرخه كوشه عشان نعمل فرخه في الكوشه وهنشوي في هذا الفاصوليا. الجلبانه الفاصوليا. هنعمل فاصوليا. انا هترجم لكم اما اعرف اعمل احنا اللي هنعمله. وبعد كده نيجي ناخد غطس في الحمام السباحه الجميل ده. يلا لنا عوده. سلام.